يعني عارف الحياة دي زي المصالح الحكومية، لازم تنزل لهم فوق وتطلع لهم تحت عشان يخلصوا لك الحاجة اللي انت عايزها. فاهمني؟ بصراحة لا. وهو ده المطلوب. البابا قال لي خد المليون دولار دول مشي بيهم حالك وابدأ بيهم طريقك. كتر خيره والله. البخيل مديني مليون دولار بس يعملوا ايه في الزمن اللي احنا فيه ده؟ وعملت ايه؟ رميته في دار المسنين وخدت فلوسه. بس انت كده عقل الوالدين. ما بضيعش وقت، ودي اهم نصيحة في التنمية البشرية. طفولتي كانت صعبة جدا، كنت باخد مصروف بالدولار مش باليورو. تخيل القرف اللي كنت عايش فيه. بابي البخيل، او ماي جاد. انا انسان عادي جدا، يعني عارف انا معايا عربية نوعها ايه؟ يا ترى ايه؟ معايا رانج روفر. كل الناس معاها رانج روفر، كله من بابي البخيل مش عايز يجيب لي مرسيدس جي كلاس. يعني مثلا البدله اللي انا لابسها دي تعرف سعرها كام؟ بكام مثلا؟ مش لازم تعرف هي بكام، لانك عمرك ما هتشتريها يا فقير يا معفن. ساعات بتجيلي ايام ببقى مضغوط فيها، بضطر اني افطر في بلد، اتغدى في بلد، واتعشى في بلد في نفس اليوم. انت متخيل كميه المعاناه اللي انا عايشها؟ الفلوس بالنسبة لك ايه؟ لا الفلوس دي اخر حاجه انا ممكن افكر فيها، لان انا ممكن اشتريك انت شخصيا. لازم كل يوم اصحى بدري الساعه 2 الظهر. بس ده متأخر. وانا اصحى بدري ليه؟ ما انا غني. الصحيان بدري ده العيال الفقراء اللي زيك يا فقير. بجد والله قول لي انت شعورك ايه وانت فقير ومش لاقي تاكل؟ بكلم بجد والله. أصعب لحظة في حياتك؟ في مره خسرت كل فلوسي في البورصه. اوف، وعملت ايه؟ كلمت البابا والماما صرفوا لي مليون دولار وكافحت من جديد ورجعت رميتهم تاني في دار المسنين.